إعلان صادر عن البنك المركزي اليمني بشأن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال للتداول، استناداً لأحكام المادة 24 من القانون رقم 14 لسنة 2000 ميلادية بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته. يحيط البنك المركزي الجمهور الكريم علماً بما يلي: طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال للتداول ابتداء من يوم الأربعاء في تاريخ 21 محرم 1447 هجرية الموافق 16 من يوليو 2025 ميلادية، جنباً إلى جنب مع الإصدار الأول من الفئة ذاتها، ويكون لها صفة التداول القانوني وتتمتع بقوة إبرائية غير محدودة. طبعت هذه الورقة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تحتوي على الكثير من العلامات الأمنية الأكثر تطوراً، البعض منها ترى بالعين المجردة والبعض ترى بالأشعة فوق البنفسجية. الوصف العام للورقة: اللون السائد زهري، الطول 155.2 ملي والعرض 76 ملي. الوجه الأمامي للورقة يتضمن رسم لمعلم مسجد الجند مع كتابة مسجد الجند تعز في أسفل الورقة، عبارة البنك المركزي اليمني باللغة العربية في أعلى وسط الورقة، تاريخ الطبع 1446 هجرية 2025 ميلادية مدون في أسفل يمين الورقة، قيمة الفئة 200 باللغة العربية في أسفل يمين وأعلى يسار الورقة، طبقة رقيقة شفافة فرنيش لحماية الوجه الأمامي وإضفاء مظهر لامع، شريط أمني معدني فضي في الجانب الأيسر من الورقة يتضمن شعار الجمهورية اليمنية، حوله شرائط شفافة لامعة تظهر بتحريك الورقة، طباعة بارزة غير ملونة لفئة العملة بطريقة بريل تمكن المكفوفين وضعاف البصر من التعرف عليها. الوجه الخلفي للورقة ويتضمن رسم لمعلم ميناء المعلى عدن، عبارة البنك المركزي اليمني باللغة الإنجليزية في أعلى وسط الورقة، قيمة الفئة 200 باللغة الإنجليزية في أسفل يمين وأعلى يسار الورقة. عملتنا اقتصادنا. البنك المركزي اليمني.